يعني كرة في نص ملعب النادي الاهلي ورمزي واقف على خط الجون مرتين ثلاثه، وانا قلت لكم هنا لو تفتكروا حاله حارس مرمى النادي المصري بتفرق جدا مع الفريق. الهدف الثاني اللي يسال عنه، الهدف الاول يسال عن جزء كبير منه، الثانيه الاخيره كاد ان يكلف فريقه خساره نقطه مهمه جدا كانت في ايديه. ودي بتفرق انه حارس بيلعب باستمرار او حارس. ورمزي كان عامل مثلا ماتش الزمالك كاحسن ما يكون. لكن اسالك كابتن اسلام، كابتن علاء بيقول انه التشكيله كان فيها ديفو او خطا، هو عدم وجود حسام غالي، عدم وجود عبد الله سعيد. انت كنت بتقول ان تشكيله النادي الاهلي جيده، صالح جمعه لم يظهر بشكل جيد، مؤمن زكريا على فترات على احوال في المباراه. الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي الشوط الاول تقريبا الاهلي الان يلعب شوط واحد، يعني امام طلائع الجيش يلعب شوط، امام غزل المحله يلعب شوط، امام نادي الزمالك يلعب شوط، امام النادي المصري اليوم يلعب شوط. هل لم يحسن الكابتن زيزو اختيار او لم بلاش يحسن، يعني اللعيبه ما كانوش عند حسن ظن الكابتن زيزو بيهم؟ هو ده رد السؤال يا كابتن. نعم. انا لو مكان الكابتن زيزو وبقالي 3 مباريات او مباراتين بتعادل مع الجيش ومع المحله لازم هعمل تغيير واشوف مين اقل اللاعبين اللي انا اقدر اشيلهم من الملعب، وفي نفس الوقت احط مكانهم 2 لعيبه تانيين يقدروا يعملوا الفرق او يعملوا اللي بيعملوه قبل ما يبقوا مجهدين من وجهه نظري. فانا شايف انا مع الكابتن علاء طبعا صالح جمعه النهارده سبب رئيسي في سوء اداء النادي الاهلي 100%. ولكن انا بتكلم على بدايه طبعا التشكيل. الاسباب هنتكلم عليها. لا الاسباب هنتكلم بقى. لا في اسباب غير كرويه، ولازم النادي الاهلي والنادي الاهلي عنده علم تام بكل هذه الاسباب. مش مجالها لان انا هنا استوديو تحليلي، مجالها برنامج نتكلم فيه الحقيقه يعني. لكنه لازم اسلام انت كنت لعيب في النادي الاهلي فتره ليست بالقصيره، والكابتن بيبو وانا وعلاء نبيل كان منتخب وكان مدرب منتخب وعارف الدنيا ماشيه ازاي. اذا ما كانش في وقفه سلوكيه جاده مع الجميع تروح البطوله ولا تفرق. برافو عليك يا كابتن. مع الجميع، مع الجميع لان في حاجات ثانيه حضرتك يعني. لكن طبعا. خليني اقول لحضرتك عشان كده انا من بعد مباراه او قبل مباراه نادي الزمالك كان عندي سؤال حضرتك سالته لي قبل كده، قلت لي ايه الفرق ما بين الجيل ده والجيل اللي موجود او الجيل اللي فات، يعني الجيل اللي موجود دلوقتي والجيل اللي قبله. قلت لك ان الجيل اللي قبل او الجيل اللي موجود دلوقتي بالنسبه لي لم تكتمل شخصيه اللعيبه دي بالنسبه للعب للنادي الاهلي. ولن تكتمل. نعم؟ ولن تكتمل. ما هو لن تكتمل. احنا لا ممكن انا بدي لك معلومه. اوكي ولكن مني ولن تكتمل. انا بقول لك بدل ممنون. ولن تكتمل خلاص. قصه يعني بتبان، يعني قصه. فانا بالنسبه لي قلت الكلام ده من بعد ماتش الزمالك او من اثناء ماتش الزمالك، لان الموهبه مهمه. الموهبه مهمه جدا كتيره جدا. برافو عليك. تبقى ابو تريكه ولا تبقى بركات من الاسباب، ولا تبقى اسلام ولا تبقى بيبو ولا تبقى الخطيب ولا تبقى حسام غالي يعني ولا تبقى حازم امام. لا في حاجات كتيره جدا لازم تبقى بجوار يعني. وفي حاجات كتيره جدا